بيدرس الحالات الغريبه، فبيجد ان الام والبنت في شويه كده ساينس فيكشن وبتاع. طبعا. وفي اسقاطات داخليه بتبحث عن حريه الفرد في المجتمع العربي، حريه الفرد في المجتمع العربي. حلو. فدي حلوه ان احنا يعني عايزه اقول لك ان الفيلم بيمس اي حد. يعني اول ما تقريه اصلا حسيت ان هو قضيه، انا هروح اتفرج عليه، قضيه انا عايزه اناقشها. فيلم حلو وفي قصه حب وفي كوميديا على فكره، فهو عامل خلطه غريبه. انا بعتبره يعني طريقه جديده او اسلوب جديد استاذ داوود بيطور بيها الفكر في السينما المصريه بالنسبه للجمهور، وبيواكب فكر الشباب الموجود في الوقت الحالي. في حاجه جديده بقى في البايب لاين، مسلسلات افلام في بعض مسلسلات، بس طبعا انا جايباها معايا في المهرجان. هتدخلي الاوضه تلاقي 3 سكريبت بس مش لاحقه اقراهم. حلو. وباذن الله قررت ان انا هعمل مسلسل واحد بس في رمضان. بس يعني انا السنه اللي فاتت ما نزلتش. ما انت بقى لازم تستغلي الوضع كله بقى، عاوز اشوف نقله على التي في. بالعكس، كل ما بتزداد حجم اعمالك كل ما بتزداد مسؤوليتك. صحيح. فبتخافي وتلاقي نفسك، وبعدين بعد استاذ داوود تفتكري هتروحي فين وازاي لازم بقى تستثمري كاركتر معين وبتاع وقصه معينه، ومين مخرج ومين الزملاء اللي هيبقوا معاكي ومين جهه الانتاجيه. في حاجات كتيره اتضافت عليا كمسؤوليات انا ما كنتش فاكره ان انا في يوم من الايام، بس هو حملني مسؤوليه خلاص. فهو حطك على تراك انت المفروض تحافظي عليها. طيب افلام؟ لا افلام لا، ما انا مستنيه بقى بعد استاذ داوود. يلا ان شاء الله. لان انا يعني خدي بالك ان السينما لسه في حاله بنقول تعافي. فانا مستنيه بعد فيلم استاذ داوود نشوف ايه اللي هيحصل، لان برضو السينما ما انت شايفه كل يوم في فيلم، انت شايفه في يعني نوعا ما السينما في حاله تعافي الفتره الجايه ان شاء الله. حاولتي تتفرجي على افلام هنا في شفت فيلمين بصراحه. فيلم الافتتاح عجبني جدا جدا بشكل غير طبيعي. انا ما كنتش متخيله ان انا هقدر استحمل، مع ان طبعا جالي في الاخر بتشوك نفسيه وزعلت قوي، بس الممثل فوق رائع، فوق الرائع. وكان في دولفينز تقريبا اتفرجت عليه من اول امبارح. ده فيلم اماراتي برضو عن صح. ده فيلم اماراتي بيمر على كل المهرجانات. كان في برضو في وما لحقتش بقى عشان احنا مؤتمرات وندوات وبنجري عشان احنا في المسابقه الرسميه برضو، وميك اب وشعر طيب حاجات غريبه قوي. طيب انا اكتشفت ان وانا مذيعه بحضر افلام اكتر، فعايزه ارجع احضر. كنت بحضر افلام كتيره جدا عشان هقعد مع ضيوف وهسالهم، فدلوقتي نفسي اتفرج على افلام لدرجه ان كنت معلمه على كذا فيلم عايزه احضرهم، اتعرضوا وما لحقتش احضرهم. يعني دلوقتي لو تشوفي كل المسلسلات الجديده كلهم بقى بيحاولوا ان بيدمجوا الممثلين المصريين مع الخليجيين. ده عجبني على فكره. انا مخلصه مسلسل مع عشقت دوت معايا منذر. معايا منذر احنا من الاردن. اوكي. ومبسوطه جدا بده لان الفن ملوش وطن. هو نفس المسلسل. انا عشقت ده اول عرض ليه كان امبارح ابتدى. حلو. عشان كده قررت ان انا هعمل رمضان بس لاني عندي مسلسل خارج رمضان. طب ايه علاقتك بقى شويه بالفن الهندي ولا ما بتتابعيش بوليوود؟ بصي انا بتابع الفن الهندي من زمان لان انا عشت في سلطنه عمان فتره، فكنت طول حياتي بتفرج على افلام هنديه. نايس. يعني كبرتي مع بوليوود. وانا جايه في الطياره كان في فيلم هندي بس للاسف ما لحقتش اخد اسمه، كان عاجبني جدا. يمكن قلت للاستاذ داوود انا وانا جيت في الطياره اتفرجت على فيلم هندي عجبني يعني. والله حلو. وكان في الفيلم اللي اخذ جايزه اوسكار تقريبا اللي هو بتاع الولد الصغير كان اسمه نسيت. سلام دوغ مليونير. ايه ده انا اتفرجت عليه 3 مرات وكل مره بتفرج عليه بجد. عندهم افلام حلوه. مش على فكره هو عندي قناه زيبو وحطها في التلفزيون بس فين وفين يعني عشان هي مشكلتي بسمع الفيلم الهندي طويل. متابع البرنامج. انا اتربيت على افلام هنديه يعني. خدي بالك اللي عاش في الخليج في الصغر اتفرج على افلام هنديه. طب ما فيش كده ايدول هناك في السينما في بوليوود من ممثلين ممثلات؟ ما فيش غير اسمها اشوريا تقريبا صح؟ هي بس بتاعي شكلها زي القمر. قمر وتمثيلها بقى حلو. قمر انت القمر. انت القمر حياتي. حلو ما شاء الله عليها. وشفتها مره في مهرجان كانت موجوده في مهرجان كان شفتها. لكن لا هي بالنسبه لي دي بصي انا مشكلتي بس ما بعرفش اسامي كتير ممثلين هنديين، لكن بحب اتفرج عليهم وبحب اتفرج على. بس هي التوب بقى شوريا هي قمر. صح. جمال واداء وتمثيل. لا وشها ما شاء الله لونها حتى انا بحب لون بشرتها ما شاء الله عليها يعني. ربنا يخلينا حلوين كده زي لا ما شاء الله عليك انت. ثانك يو سو ماتش حياتي اند انجوي ذا ويذر ان دبي. واتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق في فيلمك الجديد ونشوفك ان شاء الله في رمضان. ماي بليجر حبيبي. ثانك يو يا قلبي.